تفتكر شعورك هيكون إيه لو صرفت 10,000 جنيه على إعلان ممول وفي النهاية المبيعات صفر، وفي نفس الوقت المنافس بتاعك صرف 5000 جنيه بس حقق أرباح بأضعاف المبلغ ده؟ إيه السر؟ ليه بعض الإعلانات بتشتغل كويس قوي وإعلانات تانية بتحرق فلوس في الأرض؟ Tell me now. قبل ما أجاوبك خليني أحكي لك الأول عن تجربة شركة كانت بتواجه نفس المشكلة. شركة بتبيع منتجات للعناية بالبشرة قررت تعمل حملة إعلانية ضخمة وصرفت ميزانية كبيرة على فيسبوك وإنستجرام، لكن بعد أسابيع النتائج كانت كارثة. المنتج كان ممتاز لكن الإعلان كان موجه لجمهور الغلط. أول حاجة استخدموا صور مثالية جدا، أو زي ما الأمريكان بيقولوا too good to be true، فالناس شكت إن الصور مش هي صور المنتج الحقيقية. تاني حاجة استهدفوا جمهور عام جدا، فالإعلان ظهر لناس مش مهتمة أصلا. وأخيرا ما كانش في سبب مقنع يخلي الناس تشتري، الإعلان كان مجرد اشتري الآن، فقرروا يغيروا استراتيجيتهم. أولا استخدموا صور وفيديوهات حقيقية لناس عادية بتستخدم المنتج بتجربة واقعية. ثانيا استهدفوا جمهور مظبوط، ستات فوق ال 25 سنة مهتمين بمنتجات العناية بالبشرة. وأخيرا بدل اشتري الآن استخدموا ستوري تيلينج، قصص لناس بتحكي عن تجربة شخصية مع المنتج. النتيجة المبيعات زادت بنسبة كبيرة جدا في شهر واحد. علشان إعلاناتك تجيب نتيجة لازم تركز على 3 عناصر أساسية: المحتوى الواقعي والمقنع، مش لازم يكون الإعلان مثالي، المهم يكون قريب من الجمهور. استهداف دقيق، الإعلان الصح لازم يوصل للعميل المهتم مش لأي حد. رسالة واضحة وقوية، مش اشتري الآن وبس، احكي قصة وضيف سبب قوي يخلي العميل يشتري منك. الإعلان الناجح مش مسألة حظ، الإعلان الناجح بيكون وراه علم وخبرة واستراتيجية ذكية. محتاج إعلانات تحقق مبيعات حقيقية بدل ما تضيع فلوسك؟ كلمنا دلوقتي وكفاية ترمي فلوسك في الأرض.